روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: دعا نبي الله نوح عليه السلام لولده وولد ولده مصر ابن بيصر ابن حام، وبه سميت مصر. قال نوح عليه السلام: اللهم بارك فيه وفي ذريته واسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا. رافع يا رب الدعاء بين الرجاء والخوف، اجعلني نظرة أمل ملهاش حدود للشوف، وارزق بلادي مصر بركة صلاة العصر. دي مصر دي جنتك وانت وعدها النصر، وانت رازقها الكرم وفؤاد أليف مألوف، وارزق لسان التقى والأمر بالمعروف. مولاتي مصر يا مصر موسى النبي، موسى الرضيع في تابوت من نسل إسرائيل، واللي اتولد بيموت، والنيل يجيب موسى على الموجة من أسيوط ويوصله للباب والساحة تحت القصر في رحاب ألد العدا وخصيم فرعون مصر. اقتلوا هذا الغلام، اقتلوه. ألم تسمعوا بالنبوءة القديمة؟ ألم تسمعوا أنه سيخرج من نسل إسرائيل أن ينازعني ملكي وتاجي؟ اقتلوه. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مولاتي مصر صدقت زرعا بهؤلاء القوم من بني إسرائيل، قد قدموا إلى مصر في زمن القحط والمجاعة، كانوا نحو 70 شخصا، على رأسهم يعقوب والأصنام. أكرمهم أجدادنا إكراما ليوسف الصديق وأحسنوا إليهم، وبعد أن تكاثروا وأصبحوا أمة ردوا إلينا الإحسان بالإساءة، تحالفوا مع الهكسوس ضدنا وخانوا هذا البلد التي أوتهم، كسرنا شوكتهم وسخرناهم في أحقر الأعمال. مولاتي مصر ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ويكبر موسى في أرض الهدى والخير، ما بين القصر والوادي وبين الشط والنواعير، وجيه يافع بيتحرك كأنه صقر بين مولاتي مصر. أدركني يا موسى، أغثني من هذا الرجل الذي يريد قتلي، إني في جوارك يا موسى. ويتدخل موسى لفض النزاع، لكن الصراع يشتد، ويدفع موسى الرجل فيقضي عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وأصبح موسى
موسى يعيش في المدينة خائفا، وبينما هو يسير مترقبا فإذا بالرجل الإسرائيلي ينادي عليه مستغيثا مرة أخرى: أدركني يا موسى، أغثني من هذا الرجل الذي يريد قتلي. فيقول له موسى: إنما أنت غوي مبين، وإني لأرك تريد أن تستعدي الناس علي. يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا وقصد مدين، وتزوج وعاش بها من السنوات 10. ولكن هل نسي موسى مصر وأهلها وماءها وهواءها، وهي محبوبته وواحة روحه؟ إنه عائد ذات يوم لا محالة. مصر عشان انت طاهرة. موسى راجع من جديد من أرض مدين. موسى واقف على الحدود. ما احنا قلنا اللي شرب من النيل يعود. وبينما يسير موسى بأهله في سيناء يرى نارا، فيترك أهله ويذهب إليها عله يأتي منها بقبس أو يجد عندها من يدله على الطريق. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويأبى فرعون أن يستمع إلى موسى، ويصيح مفاخرا بملكه وبمصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. الوحي نازل في اصطفاف الملاك، ملائكة الرحمن عاملين مواد، انت شمس وأرض وسرية وكواكب الأمان يا نعمة الحنان جميل، من السماء للأرض نازل سلسبيل، مصر يا أرض الجنان يجري فيكي كوثري والاسم سبق عليك الكتاب يا مصر بالإيمان، يا مسجد الأنبياء، يا واحد الإنسان، الوحي فيك هبط والمنة للمنان، أهلك رجال الله وفيانك الرحمن، زرعك من الجنة والمسك والريحان، من سدرة المنتهى النيل نزل عطشان يروي ثرى بلادي من البحر والأسوار. يا رب سامحنا لو سعينا أخطأ، ده احنا ملامحنا بالطيبة رح تنطق، واحنا إيماننا أساس وفصلنا مبدأ، واحنا اللي مصريين والفخر لينا مباح، دي مصر أوطننا وراحة الأرواح، وانا اللي راكب فرس بفتح بلاد وبلاد مع خالد بن الوليد وطارق بن زياد، حرسك وطول الزمن واقف على بابك، خديني يا طيبة من جملة أحبابك. أنا شفت جنة عدن مرسومة في كتابك، وغمرني نور النبي ودخلت أعتابك، ورفعت بيك الراس وفرحت بشبابك، وعمري ما وطيت إلا لرب الناس يا مصر وترابك. يا حبيباني ومدنى ومشربية، يا إيدي يا صبرا يا حكاية فهية، شلالات النيل ضفاير وانا عاشق دمي فاير، يا عروسة ومهجها روحي الأبية، يا نجمة منورة ليل الزمن ابتسامتك لولي وعيونك سكن مصر يا